ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا حبايبي، ان شاء الله النهارده الغدا بتاعنا هنعمل حواوشي. تمام. طيب، هنا معايا ايه؟ هنا معايا 3 بصلات متوسطين، ومعايا 3 فلفل رومي. 3 فلفل رومي، ومعايا 3 بصلات متوسطين. تمام. هنضرب الكلام ده كله في الكبه. ما عندكيش كبه، عند الراجل اللي هتفرمي من عنده لحمه خليه يفرمهم لك من بره اللحمه. تمام. طيب تمام كده كويس. البصل الاحمر بيدي الاكل تسكيره حلوه جدا، يعني انا في الغالب بستخدم البصل الاحمر على طول، فمهما تكتري منه هيدي الاكل بتاعك تسكيره حلوه جدا. تمام اهو. كده هفرم البصل بتاعي. تمام. ادينا فرمنا البصل وفرمنا الفلفل معاه. اوكي. اوكي طيب، هنجيب ايه بقى؟ هنجيب بولة، طبق، اي حاجة عندك. تمام. هنفضي كل الكلام ده فيها اهو كده. صلوا على النبي حبايبي، وما تنسوناش بقى في اللايك ودعوة حلوة كده، ولكم بالمثل ان شاء الله. اهو. تمام. فضي كله 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 كده، ما تسيبش حاجة في الكبة طبعا. اهو. تمام. فضينا كل الكلام ده. هنعمل حواوشي في البيت طبعا. هرجع واقولك، كفايه نظافه ايدك، كفايه نظافه بيتك، ان الحاجه ما بتجيبهاش من بره. ضامنه مصدرها ايه، حاطه لحمه حضرتك عارفه اللي حضرتك حطاه. فهماني؟ مش عارفين بره، احنا بقى بنجيب حواوشي من بره مش عارفين ايه مصدره، مش عارفين ايه ده، اذا كان لحمه ولا لحمه ايه ولا بتاع. ده بقولك نص كيلو لحمه. تمام. على كميه البصل اللي انا حطيتها، على 3 بصلات المتوسطين، وثلاث حبات من الفلفل الرومي. تمام. فاللي حاطين فول صويا، لا حاطين الحاجات اللي هي بتتحط دي بتاعت اللحمه، البقايا دي والكلام ده كله. لا لا لا، مفيش الكلام ده. احنا طبعا ضامنين الحاجه اللي احنا عاملينها، ضامنين نظافه بيتنا. فاهمين حبايبي؟ هنا نرجع تاني للحواوشي. هنتبل بايه بقى؟ هنبهر بايه؟ هنبهر ب7 بهارات، وفلفل اسود، وملح، فقط لا غير. 7 بهارات، فلفل اسود، ملح. حضرتك بتحبي الحاجه حاميه، ممكن تحطي شويه شطه صغيرين، او ممكن تفرمي قرن شطه حامي صغير. لو حضرتك بتحبي الحاجه حاميه، لا مش بتحبيها حاميه، خلاص نكتفي بالبصل والفلفل الرومي. تمام. طيب، هنا بهرنا بملح، و7 بهارات، وفلفل اسود. تمام. تمام. نلبس الجلافز بتاعنا وندعك كل الكلام ده كويس خالص. تمام. هندخل كل التتبيله بقى في البصل واللحمه، ندعك الكلام ده كله كويس خالص في بعض اهو. ادي شكل العجينه حبايبي بعد ما خلطنا فيها البهارات وكل حاجه. تمام. طيب، انا معايا مش هعمله بعجين، يعني مش هعمله هعمله عجين وعيش وبتاع، لا ده عيش بالرده من الفرن عادي، عيش بالرده من الفرن عادي. هفتحه كده دايره صغيره بالسكينه ماشي، بالمقص ماشي. تمام. لو حضرتك عامله مقص للمطبخ ممكن تفتحي بيه. تمام. هفتح على قد ما يدخل 4 صوابع من ايدي، 4 صوابع من ايدي. فاهميني؟ انا فاتحه بالسكينه. هاخد حته من العجينه اللي احنا عملناها، الخلطه دي بتاعت اللحمه والبصل وكده، وهفردها، او افضل ابطط كده فيها لغايه لما تملي الرغيف كله. فاهميني؟ اهو. حضرتك حابه تعمليه بالعجين اعمليه، يعني تعملي له ميه وعجين ودقيق وكده، اللي هو يبقى ايه، حواوشي بالعجين اللي حضرتك عاملاه في البيت. ولكن احنا مش بنحبه بالعجين بصراحه، بنحبه بالعيش اللي احنا بنجيبه من الفرن عادي. تمام. طيب اهو. هنفرد كده بطاطا كده، حته كرة اللحمه اللي احنا حطيناها في العيش. تمام اهو يا حبايبي كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ انا ده معايا جريل. تمام. جريل عادي على البوتاجاز، حضرتك عايزه تحطيه في الفرن حطيه،
ولكن انا بحطه بعمله على الجريل كده على البوتاجاز، ما بحطوش في الفرن. هنجيب صينيه تدخل الفرن، صاج عند حضرتك، هندي دهنه زيت من تحت، دهنه زيت على الرغيف من فوق، وهفرده في الصينيه واحطه في الصينيه عادي وندخل الفرن. تمام اهو. انا جبت كده دهنه زيت بالفرشه، هدهن الجريل بتاعي كويس. تمام اهو. وهدهن الرغيف بتاعي بفرشه زيت واحده بس من فوق ومن تحت. تمام حبايبي. اهو يا حبايبي كده. بصوا بقى في الخطوه دي بسباتيلا ماشي، بمعلقه خشب هتنفع. هراسه البطاطس اوكي. هنحط الرغيف كده ونديله ضغطه خفيفه، هيطلع كل العصاره اللي فيه بتاعه اللحمه وميه البصل، وهيخليه طري وهيخليه حلو جدا، هيبقى جميل جدا. تمام اهو. انا كل ما اديله قلبه من هنا وقلبه من هنا وافضل ادوس عليه، قلبه من هنا وقلبه من هنا وافضل ادوس عليه برضو. تمام اهو. انا عملته بالمعلقه الخشب. بصوا انا بدوس عليه كده اهو، عشان كمان اللحمه اللي فيه من جوه تستوي، فاهميني؟ طيب حضرتك لو طلعتي باي حاجه، حتى لو حاجه صغيره مستفيدها من الفيديو، يا ريت ما تنسينيش في اللايك. ادي شكل الغدا بتاعنا. بصي ممكن حضرتك تقدميه كده، نقطعه رباع ونقدمه كده اهو. ممكن تقدميه النصاص زي ما انا عامله كده. هنعمل يعني حطينا جنبيه طحينه وليمون مخلل وبطاطس محمره كده، طبق بطاطس. وادي شكل الغدا بتاعنا اهو يا حبايبي. طحينه اهي، وادي الليمون، بطاطس محمره اهي، مقطعينها بالقطاعه بتاعه الجزر المخلل واللفت، فاهميني؟ مقطعاها بالقطاعه بتاعه البصل عذرا الجزر واللفت اللي بنخلل بيها. ما تنسوناش في اللايك يا حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.